السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أحمد حسام من قناة المدفع بيه. هنتكلم النهاردة في الفيديو بتاعنا على محمد صلاح أو محمد صلاح أهو. هنتكلم على غيابه من منتخب مصر وأدائه في منتخب مصر. البطولة ديت بالذات هنتكلم على أدائه أو غيابه على البطولة دي بالذات. طبعا في ناس أعرفها وشباب طبعا كتير جدا، في منهم اللي بيحب محمد صلاح وفي منهم اللي بيكره جدا او بيكره محمد صلاح. في الواقع هي مش كراهية، هي زي ما انت بتكون كده متوقع من محمد صلاح اداء اقوى من كده بكتير مع المنتخب. بتحس ان هو بيلعب على الواقف، خايف من الاصابة، خايف على رجله. بتشوف عندك تريزيجيه بيموت نفسه في المنتخب. ضربة جزاء بتاعت اللي دخلتك كاس العالم 2018، شايف حط رجله ازاي، كانت ممكن رجله تتكسر بس ضحى برجله عشان نكسب او نجيب جون. فانت عندك المفروض ان انت عندك احسن لاعب في العالم. صلاح ايام 2017 ايام ما كان في روما كان بيلعب احسن من كده بكتير. قبل ما نروح كاس العالم محمد صلاح كان بيلعب احسن من كده بكتير جدا، كان اداؤه اعلى من كده بكتير مع منتخب مصر. وانت ما كان والوقت ده هو ما كانش احسن لاعب في العالم ولا حاجه. اتطور وراح ليفربول، واحده 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 بقى بينافس على البالون دور، بقى عندك من احسن لاعب من احسن لاعبي العالم، اذا ما كانش في الوقت اللي كان فيه في البطوله من احسنها، كمان من احسن لعيبه العالم. فبقيت مستني منه مردود اكتر من اللي كان بيقدمه وهو بيلعب في روما. فبقيت مستني منه منظور احسن من اللي هو بيلعب في روما وكان معانا. اما راح ليفربول واحده 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 بقى مستواه بيقل مع منتخب مصر، مستواه بيزيد هناك ومستواه بيقل هنا. طب ايه اللي بيحصل او ايه الحكايه؟ هل انت خايف على رجلك؟ طب انت ليه بتلعب على الواقف؟ طب هل ده صح؟ طب هل صح ما يبقى محمد صلاح في الملعب وانا وشايف محمد صلاح ويلعب على الواقف وخايف على رجله ومش عارف ايه؟ هل ينفع ده اني سايبه في الملعب ولا بدله؟ لا، لازم ابدله. معلش اصل انا مش ماضي عقد مع محمد صلاح. انت هتيجي هتيجي من فريقك للمنتخب هتلعب اساسي. انا ممكن الاقي محمد صلاح مش في جاهزيه، ممكن اقعده ماشي. ما ينفعش اقعده يا عم، اعتبر انت ما ينفعش تقعده في اول ماتش، لازم تبدا بيه اساسي. ابدا بيه اساسي، بس لو لقيته وحش قعده. لازم يقعد، ادام هو وحش يقعد. هو مش اعلى من مش اعلى من المنتخب. المنتخب اعلى من اي لعيب، هو مش اعلى من المنتخب. طبعا دلوقتي هنتكلم عن الناس اللي هي بتحب محمد صلاح وبتكره محمد صلاح. احنا كنا بنتكلم عن المردود اللي هو بيقدمه مع المنتخب. اتكلمت عن المردود اللي هو كان بيقدمه مع المنتخب لما كان بيلعب في روما، والمردود اللي هو كان بيقدمه هو ما زال بيقدمه وهو بيلعب في ليفربول مع المنتخب. طبعا مستوى هزيل جدا من محمد صلاح. ما تعرفش هو ايه. طب هو ايه فكرته في الحركات دي؟ انت المفروض تبني شعبيه مع جمهور منتخب مصر، عشان بعد كده الحاجات اللي انت بتبنيها دي يعني هتبقى هي دي الذكرى اللي انت هتسيبها. لا بالعكس، انت بتخلي كل جماهير منتخب مصر بتبقى زعلانه منك، بتبقى يعني انا مش عايز اقول لفظ كرهاك، بس هي في الحقيقه بتبقى كرهاك من اللي انت بتعمله معاهم. اللي انت بتعمله معاهم دي كتير قوي. لعبنا اول ماتش مع محمد صلاح في دور المجموعات مع موزمبيق. طبعا كان ماتش من اسوأ المطوشه بتاعه المنتخب في البطوله عامه. طبعا الناس طلعت انتقدت محمد صلاح كتير على اليوتيوب وهنا وهنا وهنا. فدخلنا الماتش التاني لقينا محمد صلاح مع الشوط الاول في الدقيقه 43 او 44 بيمسك رجله، وقع على الارض وبيمسك رجله من غير تدخل مع حد معاه اساسا. وقال للمدرب انا عايز اتبدل، عمل له كده انا عايز اتبدل. طبعا المدرب ما استناش وراح منزل مصطفى فتحي، اللي انتوا فاكرين طبعا التبديل ده. طب انت طلعت وكنت قاعد وتاني رجلك، وبعد كده قلنا دي شد في الخلفيه. القعده دي مش شد في الخلفيه. يعني ابراهيم سعيد لعيب الكوره بيقول لك القعده دي مش شد في الخلفيه. انت ما احنا كنا لعيب الكوره يعني. ابراهيم سعيد دي كان من احرف اللعيبه اللي جابتها مصر. بيقول لك كنت انت قاعد لازم تبقى فارد رجلك، انما انت قاعد وتقول لي عضله خلفيه، شد في العضله الخلفيه ازاي يعني؟ ما علينا. هل صلاح فعلا كان بيستعبط في الاصابه او كان يعني ده اصابه هزار، اللي هو مثلا كان بيقلب من المنتخب او بيهرب من المنتخب، او هي اصابه حقيقيه؟ الله اعلم. بس انا بالنسبه لي انا قلت اللي هي اصابه مش حقيقيه.
يمكن عشان انا حاسس ان محمد صلاح مش عايز يكمل البطوله معانا، عشان كده قلت كده. بس انا حاسس بكده، حاسس ان هي بطوله مش الاصابه مش واقعيه. هل هي اصابه واقعيه؟ ممكن، ما قلتش لا. بس اللي انت يبقى عندك اصابه واقعيه وتوافق على اساس ان انت تروح تتعالج في انجلترا وتجن، لو احنا وصلنا للنهائي ويطلع يورجن كلوب يقول انا محمد صلاح جاي لي، ولو وصلتوا دور النهائي هبقى ابعتهولكوا. طريقه مش حلوه، بوست مش حلو، بوست وحش جدا جدا جدا. وانت كلاعب ما ينفعش تخلي المدرب بتاعك يقول كده على المنتخب بتاعك، حركه مش حلوه. وبعدين ما انت شفنا في كاس العالم، في كاس العالم محمد صلاح جالنا وكان مصاب، الحركه الشهيره بتاعت راموس لما وقع على الارض وكسر له كتفه او خلع له كتفه مش فاكر. كان معاك دكتور، معاك ماشي معاك وجه معاك البطوله عشان يأهلك، ولعبت معانا البطوله. دكتور جالك من انجلترا مخصوص جاي معاك عشان يتابع حالتك. فانت كنت ممكن يجي لك دكتور من انجلترا يعالجك هنا لو انت مش واثق في الدكاتره بتاعت منتخب مصر. وبعدين دكاتره منتخب مصر اللي احنا بنسمع عنهم اللي هم على دقه ودرايه كامله على الاصابات وكل حاجه، وعندهم اجهزه عاليه. فاللي هم شخصوا الحاله بتاعتك ويقول لك عندك شد، فانت تروح مكلم دكتور بتاع ليفربول تقول له انا مش حاسس اللي هو شد، انا حاسس ب 1 2 3 4، وتتفقوا اللي انت تسيب المنتخب وتمشي عشان تتعالج هناك، وتيجي في دور النهائي تلعب معانا الماتش النهائي. طب هو ده ينفع؟ بتسيب المنتخب يا قائد المنتخب بتاعنا، بتسيب المنتخب وهو بيغرق وتمشي تهرب؟ هو ده ينفع؟ هو ده منتخب مصر؟ هي دي كلمة قائد منتخب مصر؟ ويبقى قائد منتخب مصر بيهرب من منتخب مصر؟ هو ده ينفع؟ انا فاكر ايام احمد حسن في جيل 2006 و2008 و2010 كان قائد منتخب مصر، كل اللعيبه اللي حواليه بتسمع كلامه، كان بيوجه كل لعيب، كان بيتكلم مع كل لعيب في الماتش، كان بيشيل منتخب مصر وهو واقع، ولو ان المنتخب ده ما كانش بيقع، بس كان بص الاداء بتاعه كان حرفيا الجيل بيموت نفسه. وما كناش بنلعب بمحترفين. دلوقتي انت عندك محترف، احسن محترف في انجلترا، مش عارف مش ليه مش عايز تلعب معانا؟ ليه المنتخب تحس ان المنتخب مش جاي معاك سكه؟ فانت ما تستحقش كلمه قائد منتخب مصر يا صلاح. كابتن محمد صلاح ما يستحقش قياده منتخب مصر. طبعا بقى جيت بعد كده في بطولات، جيت ما جيتش، اعتزلت دوليا ما اعتزلتش دوليا، ما تستحقش لقب قائد منتخب مصر، ما تستحقهاش. مش لايقه عليك بعد اللي انت عملته. خلاص الكلمه دي ما عادش تليق عليك، ما عادش ينفع تلبس الشاره بتاعت قائد منتخب مصر في ايدك، ما عادش ينفع، ما عادش ينفع تلبسها، بقت صعبه قوي اللي انت تلبسها. وخد بالك احنا لو وصلنا دور النهائي باذن الله، وباذن الله باذن الله نوصل، وانا عندي ثقه بعد اللي احنا عملناه النهارده نوصل. فاكر اما انت توصل، اما احنا نوصل لدور النهائي احنا هنجيبك تلعب معانا النهائي؟ احنا لو بنخسر مش هنجيبك تلعب معانا النهائي. يعني احنا لو خايفين ومعانا 80 اصابه وداخلين ناقصين مش هنجيبك انت تلعب معانا، لان اللي انت عملته ده ما كانش ينفع. ما كانش ينفع تخلي المدرب بتاعك يطلع يقول محمد صلاح جاي لي قبل ما هنا في مصر يقولوا ايه يا عم؟ قائد منتخب مصر ازاي يعني؟ المفروض قائد منتخب مصر ما يعملش اللي انت عملته ده، ما يستحقش يبقى قائد منتخب مصر. طبعا نيجي لحته هل المنتخب بصلاح احسن ولا من غيره؟ للاسف وانا اسف، من غير محمد صلاح المنتخب احسن. طبعا شفنا في الماتش الاخير بتاع النهارده بتاع الراس الاخضر والنص الشوط بتاع الشوط الثاني بتاع مباراه غانا، 3 اشواط كان حلوين. طبعا الشوط الاخير بتاع ماتش الراس الاخضر كان احسن منهم كلهم، بس برضه الشوط الثاني بتاع ماتش غانا كان احسن من ال3 اشواط اللي انت لعبتهم قبل كده عشان محمد صلاح خرج. صح ولا غلط؟ وانا كنت عندي ثقه، يعني كان عندي ثقه في المدرب ده، لو محمد صلاح وحش يطلعه، لا برضه ما بيطلعش من الملعب. ليه؟ ما اعرفش.
بص هما كلمتين محشورين في زورنا كلنا كمصريين. احنا لما بنيجي نطلب منك ان انت تلعب حلو مع منتخب مصر وبنيجي نتكلم وبننتقدك، احنا ما بننتقدكش عشان بنكرهك. هو اولا الانتقاد ده حب، فاحنا بننتقدك عشان كنا بنحبك وما زلنا بنحبك، بس الحركات اللي انت بتعملها دي بتخلينا فعلا نكرهك. ثانيا احنا بنتكلم في كده عشان عندنا عشم فيك انت، عندنا عشم في قائد منتخب مصر او كان قائد منتخب مصر اللي هو محمد صلاح. كان عندنا ثقه فيك كنا بنتكلم من عشمنا اللي احنا عندنا احسن لاعب في العالم، عايزين بقى يعني نلعب بقى عشان ما يبقاش السنغال احسن مننا. ما هي السنغال عندها السنغال الجيل بتاعها احسن، بس احنا عندنا لعيبه مش وحشه ككواليتي لعيبه. انت عندك 8 محترفين حاليا، فكنا منتظرين من الجيل ده حاجه احسن من كده بقياده محمد صلاح. يروح محمد صلاح هربان عشان يسيب الجيل اللي احنا كنا مستنيينه بقياده محمد صلاح يعمل حاجه، الجيل يبقى تايه. بس انا بالنسبه لي الجيل ما كانش تايه، الجيل كان حلو جدا، او مش يعني مش حلو جدا، بس الوقت ده انا شايف ان المنتخب احسن بكتير قوي من محمد صلاح، بكتير جدا. احنا عندنا 26 راجل هنكمل بيهم البطوله، هنكمل بال 26. واتمنى محمد صلاح ما يجيش. طبعا دورك في المنتخب اللي انت بتبقى موجود في الماتش بتبقى متقل للفرقه بتاعتنا طبعا. مش حكايه بقى متقلها مهريا، لا انت بتبقى متقلها في اللي انت بيبقى فيه 2 ماسكينك، ما قلتش لا. واحنا شفنا الماتش ده في ماتش غانا، اول ما انت طلعت جه فينا جون عشان الاثنين اللي كانوا ماسكينك اتحركوا، زي ماتش البرتغال كده في ماتش البرتغال اللي احنا لعبناه اللي انت جبت فيه جون. اول ما طلعت دخل فينا جونين ليه؟ كان في 2 أو 3 ماسكينك اتحرروا. فانت وجودك في الملعب كان دوره مهم. ايا كان بتلعب كوره او ما بتلعبش كوره، انت دورك في الملعب كان مهم. فانت سبت كل ده وسبت كل اللي انت فيه وقلت انا هنط من السفينه وهي بتغرق، مش هحاول انقذها، ورحت ناطط باللي فيها سايبها انت تغرق بقى، ولا قياده ولا مش قياده، اغرقوا وانا ماليش دعوه بيكم. ده مش صح. اللي انت بتعمله هتحس بيه قدام، اللي انت بتعمله ده هتحس بيه قدام. اما يبقى انت مش هتذكر اصلا في منتخب مصر، هيقولوا اسوأ محترف جه في تاريخ منتخب مصر محمد صلاح. احسن لعيب احترف بره طبعا على الاطلاق، لفظا واحدا محمد صلاح احسن محترف جه في تاريخ مصر، مش كلعب للمنتخب، كلعب بره. انما كلعب للمنتخب لا، انت مش احسن لاعب ولا حاجه. انا بالنسبه لي احمد حسام ميدو كان منحوس، او مش منحوس، كان يعني منحاسه معاه شويه في المطوشه، بس كان بيقتل نفسه في الماتش، كان بيقتل نفسه، كان بيحاول على قد ما يقدر اللي هو يفك النحس ده. انما انت بتعمل ايه؟ انت ما بتعملش الكلام ده، انت ما بتعملش الكلام ده نهائي يا محمد صلاح. انت سيء جدا مع منتخب مصر، سيء جدا جدا جدا. تريزيجيه النهارده لما نزل قدر يحرك منتخب مصر للتعادل على الاقل، انما انت بتبقى موجود مش موجود، احنا ما بنحسش ان انت موجود اصلا. اسهل معانا استلامات، باصات غلط، كله غلط. جريك، انت بتشوف الكوره وانت بتاخدها في ليفربول بتعدي 18 بسم الله ما شاء الله، بتاخد الكوره وبترمح بسم الله ما شاء الله. طبعا معانا هنا في المنتخب مفيش اي حاجه، تحس ان انت لسه بتتعلم الف ب كوره. بص انا مش هطول، بس بالنسبه لي محمد صلاح مش مدرك كفايه او مش ذكي كفايه الابعاد، مش مدرك كفايه ابعاد اللي هو بيعمله. انت شويه 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 هتبقى مكروه جدا لو كملت على النهج اللي انت ماشي فيه، تبقى مكروه جدا من الجمهور، صدقني. انت لو بقى يعني اعدل بقى معانا كده مع المنتخب بقى، وشد وهوب طق طق زي ما انت كنت بتعمل زمان. لو ما عملتش كده حرفيا هتبقى مكروه جدا في منتخب مصر من الجماهير، هتبقى مكروه جدا من الجماهير، والجماهير هيبقى عندها حق اللي هي مش عايزه تشوفك في المنتخب. ايا كان بقى المنتخب من بعدك هيبقى حلو ولا وحش، احنا مش هنبقى عايزين، او المنتخب الجمهور مش هيبقى عايز يشوفك، ويبقى معاه حق. بالاداء اللي احنا شفناه النهارده، اداء الرجولي اللي احنا شفناه، هيبقى طلب الجمهور
مش عايز محمد صلاح. اتمنى يبقى وصل المعلومه اللي انا عايز اوصلها. اتمنى للكابتن محمد صلاح، اتمنى اللي هو يعيد النظر في اللي هو بيعمله ويعيد حساباته، لان انا حاسس لو هو قعد حساباته مش هيكمل في اللي هو بيعمله ده، وحاسس اللي هو هيرجع. فاتمنى اللي انت تعيد النظر في اللي انت بتعمله وتعيد حساباتك. وشكرا اللي انتوا كملتوا الفيديو للاخر. يا ريت لو انت كملت الفيديو لهنا تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، يا ريت تفعل زر الجرس. وشكرا على المشاهدة. سلام.